من الرحيم هنعمل مع بعض النهارده اكله لذيذه جدا بالبطاطس المحمره والبيض. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا معلقه زبده على زيت وفيهم فصين مستكه. هنزل ببصله كبيره مبشوره عليها رشه فلفل اسود. انا عايزه بس البصله تاخد لون ذهبي فاتح. الاكله دي تنفع للغدا للفطار للعشاء، وتبقى وجبه كامله واساسيه وفيها كل العناصر الغذائيه. عندي لون هنزل بفلفل اخضر سواء رومي او حامي ياخدوا تشويحه كده مع بعض، ومقطعه طماطم كده صغيره برضه هنزل بيها واقلبهم كويس لحد ما تتسبك شويه. المنكهات اللي عندي سهله خالص، ملح حسب الرغبه وفلفل اسود وبابريكا. الصوص اتسبك عندي، هنزل بالبطاطس محمره مقطعاها كده مكعبات صغيره. ممكن تحمريها في الزيت، ممكن تحطيها في الاير فراير، ممكن تحطيها في الفرن بمعلقه زيت واحده لو عايزه تقللي نسبه الدهون. هقلبها كده كويس. وكمان سلقه بيض مسلوق مقطعاه كده بعد ما قشرته مكعبات كده صغيره. هقلبه برده كده بس بالراحه عشان ما يتعجنش قوي. انا فضيته في صينيه تدخل الفرن. ممكن انتي تستغني عن الخطوه دي، يعني تحطي موتزاريلا كده على الوش وتسيبيها على الطاسه من فوق لحد ما تسيح، بس مش هتديكي لون من على الوش. انا عايزه اخليها تاخد لون حلو كده من على الوش، فهدخلها الفرن تاخد لون بس 3 دقايق من تحت الشوايه، وبعد كده اطلعها لكم بقى بشكل عملي. تكون الاكله بتاعتي جهزت معايا. الناس اللي ما بتاكلش البيض صريح والاطفال اللي ما بياكلوش كده مباشره تقدري تدخليه في الاكله دي، هتبقى تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.